فضيح والله لا فضيح. اما نقول لكم حاجه، تعرف علاش؟ لان هاد المسؤولين غادي لبشار، جاي من بشار، الملعب مازال هو في الارض، وبدا الاشغال ديالو في شهر 8 2024. شحال رانا اليوم؟ رانا في قريب شهر يعني عام و 3 شهور ولا عام و 4 شهور اللي بدات فيه الاشغال، تقريبا عام وشي حاجه بدات فيه الاشغال. يعني ملعب مولاي الحسن بدات الاشغال فيه في شهر 2 2025، ضربوه في 9 شهور وكملوه ولعبوا فيه لي ماتش. ملعب بشار بقى هو. غنجيب لكم المفاجاه، وما شاء الله ملعب الحسن الثاني اللي اكبر ملعب في العالم، فوقاش بدا عندها 3 شهور. شو ما شاء الله طلعوه، لو كان يزيدوا لهم واحد 6 شهور ولا 8 شهور ديال الوقت يقدروا يلعبوا فيه نهائي كاس افريقيا. هذا الملعب الحسن الثاني ديال المغرب اللي اكبر ملعب في العالم، غادي هو اللي يدير نهائي كاس العالم. ذكروه، هو اللي غادي يدير نهائي كاس العالم. يعني بداو الاشغال في ملعب الحسن الثاني، ما شاء الله. هانتوما تشوفوا الفيديو، انا حط لكم واحد الفيديو هنا، تشوفوا تبعوا هذا الفيديو. داروا به ما شاء الله ملعب امبيكا، ملعب عالمي غادي يكون. ولو كان يعطيو قلت لك واحد 6 شهور 8 شهور قادر يلعبوا في نهائي كاس افريقيا. علاش؟ لانه الناس تخدم، الشركات، الايادي المغربيه خدامه، المهندسين خدامه. بصح ملعب بشار هذا يخدموا فيه بالنهار بالساعه، يعني خدام شويه، لو كان ما تكونش الفلوس ما يزيدوش. ما هذا هو اللي صار في ملعب بشار. وهذه الفضيحه للصحافه الزيكو. وهذا الوزير اللي مشى يزور ملعب بشار وشاف هذه الكارثه اللي مازال ما بغاش يتحرك. لو كان انا نمشي نشوف حتى هذاك ملعب بومرداس اللي طاح، علاش طاح؟ علاش ما قدرتش تمشيو تزوروا هذوك الناس اللي مساكين طاحوا الله يشافيهم؟ الناس جات موراكم، طلع في الميادين ما شاء الله وتخدم، وانتم عيتوا ما اتاكيو. جاوكم التوانسه بهدلوكم، الاماراتيين جاو شافوا المغرب بهدلوكم. لاقاش الناس تخدم. راه اكبر ملعب في العالم، 115,000 متفرج. اكبر ملعب في العالم. راه وريتكم الملعب من الداخل ومن برا، شوفوا الملعب كي داير. راه هذاك اللي كتشوفوا، هذيك التصويره كتشوفها هي هذيك ملعب عالمي. كملوا الملاعب ما شاء الله في ظرف واجز، 4 ملاعب في الرباط وطنجه، وغادي يمشيو يتجهوا الملعب اكادير، ويمشيو يتجهوا الملعب فاس وملعب مراكش. كلشي هادشي غادي يكون مغطي ان شاء الله باذن الله في كاس العالم. يعني حاجه تفرح. الناس تخدم، الناس خدامه، الشركات ما حبسوش، خدامين 24 ساعه على 24 ساعه. بصح انت غير غادي جاي زياره بشار، غادي ومشيتو قلتو غادي نفتحوا ملعب قسنطينه، وراه شفناكم انا بالتوفيق. ولكن خاص من تفتح هاد الملاعب خاصك تخدمهم في ظرف عام، ما تجيبليش فيهم 40 عام، ما تجيبليش 14 عام، ما تجيبليش 10 سنين. انا هاد الملاعب انا نشوفوها هذا في الارض كاين في ولكن شحال غادي يقعد؟ 14 عام، 15 عام، 20 عام؟ راه ما يمكنش. انت كي تشوف ملعب الحسن الثاني 115,000 وعنده دير له 27 تفتح، راه خصكم تهربوا. عرفت شحال ميطاجو؟ راه يقول لك 2027 خصو يتفتح. مابقاش الناس. هذا هو علاش خالد حسني قال لكم اودي اوروبا لا خاصها لازم تمشي للمغرب وتتعلم. خالد حسني الاعلامي ما كذابش، مشى للواقع وشاف. راه مزيان ما رفدوش خالد حسني وداوه الملعب الحسن الثاني شافوا. يقولوا هذا بشحال 115,000. خالد حسني يقول له دبر على شي بلاصه هنا نقعد قدامكم نخدم معاكم ولا نتفرج. فين غادي يولي تونس؟ فين غادي يولي؟ لقاش الناس خدامه، لا بترول لا غاز، خدامين. بصح نتايا كلشي عندك في يدك. وملعب بشار ما قدرش تنوضو حتى من الارض، ما تقدرش دير له حتى شويه شكالات، غير كالات وقاعده شويه قاعده ملعب. هاد الدورو غير تما قدامه، غاديين جايين تصيبوهم غير تما في هذوك يخدموا الحديد ويدوروا من جهته. حشومه. قلنا الملعب طاح بومرداس ما مشيتوش تجريو. علاش ما مشيتوش بومرداس السي الوزير وتشوف هذاك الناس وتفقدوا هذوك الناس؟ المهم هادشي لا، هذا الشيء راه ملاعب المغرب ما شاء الله. انا نمشي نقارن لك مع ملعب مولاي الحسن. ملعب مولاي الحسن طاح لك وزاد 9 شهور تخدم وفات. ودخلوا الملعب الحسن الثاني اللي اكبر ملعب في العالم، اللي غادي صحافه تزيكو بنفسها تبلع فمها وتسكت وتبقى تتفرج وتسكت وتفرج النهائي كاس العالم في المغرب كونتر على حفيظ الدراجي والاخر كيقولوا له حسين جناد الفلاح، اللي واحد الوقيته مشاو تبعوا قال لك اسيدي، قال لك حفيظ الدراجي والحسين الفلاح، قال لك كاس النهائي كاس العالم غيتلعب في اسبانيا. ايام بين انايا حسين جناد والفلاح حسين الفلاح.
وحفيظ الدراجي اللي راكم تفضحتوا في هذيك القضيه ديال تويتر والروينه كوارثه والله الا كارثه.